عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا بنشتري الجبنة الكيري. العلبة دي انا جايباها وصغيرة قد ايه؟ 47 جنيه. تعالوا بقى نعمل نص كيلو، يعني قدها مرتين من العلبة دي بالجبنة القريش او ببواقي الجبنة القريش، بقى نعمل بيها جبنة كيري. تعالوا نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا بواقي جبنة قريش زي ما انتم شايفين، و3 قطع زبدة، ونص كوباية لبن، بس هناخد منهم معلقتين بس، مش هناخدهم كلهم. هنضرب بقى الجبنة القريش، هننزل بيها في الخلاط او الهاند بلندر زي ما تحبي. هننزل بيهم، وهننزل معاهم بمعلقتين جبنة كيري من السوبر ماركت، يعني العلبة الربع كيلو هناخد منها معلقتين ونص. وهننزل بال3 قطع زبدة انا سيحتهم او بدرجة حرارة الغرفة، وهنبتدي نضربهم في الخلاط زي ما احنا شايفين كده. هنضرب في الخلاط، طبعا في الاول هيبقى القوام تقيل شوية، بس هنضرب فيهم لحد لما يمتزجوا مع بعض. اول ما تضربي فيهم شوية كده ويمتزجوا مع بعض، هننزل بربع كوباية لبن وربع معلقة ملح. ما تكتريش ملح لان الجبنة الكيري عليها ملح والجبنة القريش عليها ملح. هنبتدي نضرب فيها كده لحد لما يبقى القوام كريمي زي ما احنا شايفين كده، واللون تحفة والطعم تحفتين. جربوها، جميلة جدا هتعجبكم. بصوا بقى، معلقتين الجبنة الكيري اللي من عند السوبر ماركت عملت لنا نص كيلو جبنة كيري بالجبنة القريش. انت عاملاها في البيت ونضيفة وما كلفتش حاجات كتير. جربوها هتعجبكم، طعمها تحفة، مش هتندموا. باي باي.